طلابي الاعزاء طلاب اولى ثانوي، ورجعنا لكم في المحاضره الثانيه من شرح يونت 1 في اللغه الانجليزيه اولى ثانوي 2025. بعد ما كنا اتكلمنا في المحاضره اللي فاتت عن كل حاجه تتعلق بالفوكاب والاكسبريشنز، النهارده هنتكلم عن الجرامر. النهارده هنبدا محاضره جديده عن الجرامر بتاع يونت 1. طب ايه الجرامر بتاع يونت 1؟ بيتكلم عن زمن الباست سيمبل وعلاقته بالباست كونتينوس، يعني الماضي البسيط هاخده وبعدين بعد كده باخد الماضي البسيط وعلاقته بالماضي المستمر. فيلا بينا نبدا. النهارده لما نيجي نتكلم عن اي زمن لازم احط في دماغي بعض حاجات. لازم اعرف الزمن ده تكوينته في الاكتف وتكوينته في الباسيف. طيب كل زمن هيبقى له 3 حالات هنتكلم عليهم. الحاله الاولى حاله الافرميشن اللي هو الاثبات، وبعدين النيجاتيف اللي هو النفي، وبعدين الكويشن اللي هو او الانتروجيتيف اللي هو حاله الاستفهام، وبعد ما بخلص هنتكلم عن الباسيف. فالنهارده هنبدا المحاضره بتاعتنا بزمن اسمه ذا باست سيمبل تنس. هنعرف ايه هو الباست سيمبل تنس، هناخده في الحالات الثلاثه بتاعته، هناخد الكي ووردز الكلمات الداله عليه، وهناخد اليوسج بتاعته. طيب لما اجي اتكلم عن الباست سيمبل تنس في حاله الافرميتيف اللي هو حاله الاثبات، هنقول ايه بقى؟ بيقول لي ان هو بيتكون من التصريف الثاني للفعل، والافعال عندي نوعين بكل بساطه. احنا قلنا هنتكلم مع الطلبه وهنقسم الطلبه لتو كلاسز، كلاس A وكلاس B. هنركز قوي مع كلاس B بخصوص انهم لسه اول سنه ليهم السنه دي في اولى ثانوي. فهنا بيقول لي في حاله الاثبات هو بيتكون من التصريف الثاني للفعل. طب الافعال في تصريفاتها لها نوعين، لا اما افعال قياسيه لا اما افعال غير قياسيه. طب الافعال القياسيه نهايتها بتحط لها دي او الاي دي او الاي دي. طيب افعال غير منتظمه او غير قياسيه تحفظ كما هي. فور اكزامبل للافعال القياسيه لما اجي اقول I played football yesterday، اوكي؟ طيب بعد كده افعال قياسيه تاني رنا watched the film at home. طيب افعال غير قياسيه لما اقول آية went to the cinema، يعني آية راحت السينما. يبقى هو ايه الفرق ما بين played went؟ played فعل قياسي، went فعل غير ايه؟ غير قياسي. طيب لو حبيت انفي الزمن ده بنفيه بايه؟ بروح جايب الفاعل didn't بلس الامبانيتيف. يعني انا كنت بقول I played football yesterday. طب حبيت اقول ان انا ما لعبتش، هتبقى I didn't play football yesterday، انا ما لعبتش كرة القدم بالامس. اوكي؟ طيب في اسلوب نفي تاني، في اسلوب نفي تاني. خلي بالك هو في الامتحان هيقول لك بص على العصفوره. يعني ايه بص على العصفوره؟ هيروح جايب لك التصريف الثاني للفعل ويجيب لك معنى الجمله منفي. يبقى ساعتها هروح جايب نيفر، ساعتها هروح نافي بنيفر اجين، ساعتها هروح نافي بنيفر لو جاب لي التصريف الثاني للفعل. طب لو جاب لي الفعل في الانفينيتيف طبعا هتبقى عندي didn't. اوكي. طب في حاله الكويشن حاله السؤال بروح جايب ديد السبجكت وبعدين الفعل في الانفينيتيف. فور اكزامبل did you play football yesterday؟ لا اما yes I did او no I didn't. طيب اوكي، يبقى انا عرفت ان زمن الباست سيمبل تنس في الاثبات شكله عامل ازاي، في النفي عامل ازاي. في النفي ليا طريقتين للنفي، didn't بلس الامبانيتيف او never بلس او التصريف الثاني للفعل. اوكي؟ طيب في حاله الكويشن تاني احنا بنجيب did بلس الفاعل بلس الفيرب في الامبانيتيف في المصدر. طيب في حاله الباسيف بقى بعمله ازاي؟ بروح جايب المفعول اللي هو الاوبجكت وبعدين اجيب was او were بلس الباست بارتيسيبل. يبقى انا بجيب في حاله الباسيف بروح جايب المفعول was aware بلس الباست ايه؟ الباست بارتيسيبل. فور اكزامبل بيقول لي football was played yesterday. يبقى بعد ما كنت بقول I played football yesterday، لا انا بدات بالاوبجكت بتاعي بقول football was played yesterday. خلاص اوكي؟ وممكن في طريقه ثانيه ان انا برضو هي نفس الطريقه the film was watched at home by Jane. اوكي؟ طيب يبقى انا عرفت الباست سيمبل تنس في الثلاث حالات اللي هو اثبات ونفي وسؤال، وبعد كده خدته في حاله الباسيف الطريقه بتحصل ازاي في حاله الباسيف. اوكي؟ طيب هو ايه اللي بعد كده؟ بعد ما خدت الزمن بتاعي هاخد الكي ووردز الداله عليه. يعني ايه معنى كلمه الكي ووردز؟ الكلمات الداله على الزمن ده. طب ايه الكلمات او ايه الكي ووردز الداله على زمن الباست سيمبل؟ yesterday. يبقى نمبر 1 اول ما اشوف yesterday بالامس اعرف ان الجمله عندي هي في الباست. فور اكزامبل I sent an email to my friend yesterday، يعني انا بعت ايميل لصديقي بالامس، يبقى انا جبت ايه؟ yesterday. نمبر 2 ago. فور اكزامبل
this house was built 3 years ago. يبقى انا عندي ago. يبقى ago من الكلمات او الكي ووردز تدل على زمن past simple tense. يبقى اول كلمه yesterday، الكلمه الثانيه ago. اوكي؟ طيب ايه اللي بعد كده؟ last بقى لو جه بعديها فتره زمنيه. For example Saif wrote his first novel last year. وهنا معناه ان سيف كتب القصه او اول قصه له كانت السنه الماضيه. Number 4 in زائد سنه فاتت. يبقى number 4 in زائد سنه فاتت. For example احمد was born in 1986. احمد كان اتولد في العام 1986. يبقى انا عندي in زائد سنه فاتت على طول ايه؟ past simple. Number 5 is the past. لما اجيب عباره بتدل على الماضي in the past. The wind was used to sail ships. كانت الرياح بتستخدم في انها تساعد في ابحار السفن. Number 6 once or one day. خلي بالك once or one day. في once لها 3 استخدامات in English. في once كرابط وساعتها بوحد الازمنه جه معاها ماضي بسيط او ماضي تام، الناحيه الثانيه ماضي بسيط. اوكي؟ وفي once اللي هي مثلا for example I visit my uncle once a day. أنا بزور عمي مرة واحدة في اليوم. وفي once الثالثة اللي هي كان يا مكان بمعنى أصح ذات مرة، فهي برضو من الكلمات الدالة على زمن ال past simple tense. أوكي؟ For example once I had a terrible accident. وبعد كده لو أنا عندي أداة الاستفهام how long ago. خلي بالك في فرق ما بين how long و how long ago. how long بتيجي مصرح ليها بتيجي مع كل الأزمنة طول ما في قرينة زمنية دل على زمن ده. انما how long ago بالذات how long ago خلي بالك منها. how long ago من الكلمات الاصيله الداله على زمن ال past simple tense. اوكي؟ طيب بعد كده هاخد الياسج بتاع الزمن. يبقى احنا مع بعض علشان ما نتوهش من بعض. نمبر 1 انا باخد الفورميشن بتاعت زمن past simple tense، التكوينه بتاعته، والتكوينه بتاعته لها حالتين، لا اما في الاكتف لا اما في الباسيف. بعد كده نمبر 2 خدت الكي ووردز اللي هي الكلمات الداله عليه، اللي هي الكلمه لو انا شفتها من الكلمات دي بعرف ان الجمله عندي لازم تكون في زمن الباست سيمبل تنس. بعد كده الياسج اللي هو الاستخدامات بتاعته. اوكي؟ طيب نمبر 1 بيستخدم للتعبير عن حدث بدأ وانتهى في الماضي. For example he visited his uncle yesterday. يبقى هنا بتكلم على حاجه تمت in the past. اوكي؟ يبقى هو نمبر 1 الماضي البسيط بيستخدم للتعبير عن حدث بدأ وانتهى في الماضي. نمبر 2 الوصف احداث تتبع بعضها. For example he did his homework then slept. يعني هو الاول عمل واجبه المنزلي ثم نام. ماشي اوكي؟ يعني لما يكون في عطف موجود عندي. بيستخدم لشرح احداث القصص. Once I found a wallet then I went to the police. مره انا لقيت محفظه ثم بعد ذلك ذهبت الى الشرطه. الاستخدام الرابع يعبر عن عادات وافعال متكرره في الماضي، وساعتها ان انا ممكن استخدم الباست سيمبل تنس مع ظروف التكرار. طيب هو ازاي افرق ظرف التكرار مع بريزنت سيمبل مضارع بسيط، وازاي افرق ظرف التكرار مع ماضي بسيط؟ هقول لك الموضوع سو ايزي جدا. لو ما عنديش دلاله زمنيه وعندي ظرف التكرار فور اكزامبل always usually often sometimes from time to time وانا ما عنديش اي دلاله زمنيه يبقى present simple. طيب انت بقى اخد مع ظرف التكرار زمن الباست سيمبل ماضي بسيط. بيقول لك لو في دلاله زمنيه موجوده معايا، يعني مثلا he always got up late last year في last year وعندي كلمه always يبقى على طول باخد past simple. خلاص I always swam in the sea when I was in Alex. يبقى انا عندي was اهي بتدل على الماضي يبقى هاخد always معاها ماضي بسيط. فخلي بالك جدا من النقطه دي. نمبر 5 بستخدمها في الحالة الثانية الإف. if she studied hard she would succeed. يعني لو هي بتذاكر كويس هي هتنجح. خلي بالك هي هنا الطبيعي ان انا عندي الحالة الثانية الإف، الطبيعي هنا ماضي بسيط. طب ليه انت يا مستر ترجمتها مضارع بسيط؟ لان هي حالات كلها حالات تصاعديه. يبقى نمبر 1 بيعبر عن حدث بدأ وانتهى في الماضي مع دلاله زمنيه، وصف احداث ورا بعضيها ادوات عطف موجوده معايا. لما تيجي تحكي احداث قصه تمت بستخدم الباست سيمبل، بستخدمه مع افعال متكرره كانت متكرره في الماضي وعادات كانت متكرره في الماضي، ساعتها بجيب معاها ظرف التكرار بس لازم يكون عندي دلاله زمنيه في الجمله. طيب نمبر 5 في الحاله الثانيه الاف بجيب ماضي بسيط الناحيه الثانيه وود بلس الانفينيت. طيب بعد كده تستخدم يوز تو
للتعبير عن عادة أو موقف في الماضي. يعني أنا ممكن علشان أتكلم عن عادات كانت بتتم في الماضي أستخدم قاعدة used to وهنتكلم عليها. When I was young عندما كنت صغير I used to get up early. اتعودت أو كنت معتادا على إن أنا أستيقظ مبكرا. When I was young I didn't used to get up late. لما كنت صغير ما كنتش متعود إن أنا أصحى متأخر. نمبر 7 خلي بالك بقى من الحتة دي. يستخدم مع الروابط الزمنية زي after و before بالشرط. خلي بالك من كلمة شرط ان يكون الزمن الاخر ماضي. ليه بقى؟ لان الروابط الزمنية هناخدها بعد كده في يونت 2 ان انا ممكن استخدمها مع المضارع البسيط بس هيكون لها شرط. For example after he had studied he slept. يبقى بعد ما خلص مذاكرة هو نام. يبقى إذا يستخدم مع الروابط الزمنية زي after before as soon as وهكذا بشرط يكون الزمن الآخر إيه؟ ماضي. أوكي؟ طيب تعال بقى نرجع للقاعدة الأهم اللي هي قاعدة used to. هنشرح used to القاعدة دي عاملة إزاي. خلاص هي أولا التركيبة بتاعتها نمبر 1 الأصل بتاعها used to بلس الانفينيتيف ودي معناها اعتاد على فعل شيء في الماضي. تعال بقى نقولها. هي بتستخدم للتعبير عن شيء تم الاعتياد عليه في الماضي لكن الآن تم التوقف عن فعله في الزمن الحاضر. ودايما احفظها بالشكل ده ان قاعدة used to هي بتساوي ناقصها في المضارع. بتساوي ناقصها فين؟ في المضارع. فإذا هي قاعدة بتستخدم تعبير عن شيء تم الاعتياد عليه في الماضي وتم التوقف عنه في الحاضر. يبقى احنا بنقول دايما ان ايه قاعدة used to؟ قاعدة used to تستخدم للتعبير عن العادة ومعناها بالظبط بتساوي ناقصها في المضارع او في الحاضر. اوكي؟ وخلي بالك التركيبه بتاعت used to لان في فرق ما بين used to لو جه قبلها عاقل وused to لو جه قبلها غير عاقل. لو جه قبلها عاقل يبقى هي القاعده بتاعتي اعتاد على فعل الشيء في الماضي. طب لو جه قبلها غير عاقل بقى دي معناها تستخدم ليه. فخلي بالك جدا الفرق ما بين الاثنين. اوكي؟ تعال ناخد اكزامبلز وخلي بالك جدا اشهر سؤال يعني هو لما بيجيب لك القاعده بتاعت used to في اولى ثانوي خلاص اتفقنا بيجيبها لك بالشكل ده اهو. ايه هو الشكل ده؟ يقول لك he used to swim every day. هو كان معتادا على ان هو يعوم كل يوم. But now he ايه بقى؟ doesn't او doesn't swim. خلي بالك ان used to لو جه بعدها فعل اساسي او جه بعدها الفيرب to be. لو جه بعدها فعل اساسي يبقى نفيها في الحاضر doesn't او done. طب لو جه بعدها كلمة be الفيرب to be يبقى نفيها verb to be اللي هو isn't او am not او aren't. يبقى ايه الفرق ما بين نفي نمبر 1 ونمبر 2 في المضارع في الحاضر دلوقتي؟ نقولها مع بعض تاني. فعل اساسي يبقى done او doesn't. verb to be جايه بعد used to يبقى نفيها verb to be am not او isn't او aren't. طب ايه علاقة ان انا جايبها في الباست مع علاقة ان انا جايبها هنا في البريزنت؟ ما انا قلت لك بس انت بتنسى. انا قلت لك قاعدة العادة دي هي بتساوي ناقصها في الحاضر. يعني ايه بتساوي ناقصها في الحاضر؟ يعني دي في الماضي هي ساوت دي بس دي تكون ايه؟ تكون منفية. اوكي؟ طيب لو حبيت انفيها بقى طب انا متعود على طب انا ما كنتش معتادا على بالتالي زي نفي الماضي البسيط اللي هو بيجيب السبجكت بتاعي وبعدين اللي هو الفاعل وبعدين didn't used to بلس الايه؟ الانفينيتيف. اوكي؟ I didn't used to play computer games. انا ما كنتش متعود ان انا العب العاب الفيديو جيمز او الكمبيوتر جيمز. But now I do. خلي بالك في علاقه ما بين قاعده used to في الباست وعلاقه في البريزنت في الحاضر. ايه العلاقه؟ هي ان القاعده ديت في الحاضر في الماضي بتساوي ناقصها في الحاضر. يعني بمعنى صح ايه؟ لو مثبته في الماضي هتبقى منفيه في الحاضر ولو منفيه في الماضي هتبقى مثبته في الحاضر. بس اللي يهمني اهم حاجه في الجرامر او في القاعده دي انك انت لازم تكون عارف ان لو جاي بعد used to فعل اساسي يبقى نفيها في الحاضر done او doesn't. لو جاي بعد used to كلمه او الفيرب to be يبقى نفيها verb to be. اوكي؟ طب في حاله السؤال بشتق did وبعدين الفاعل وبعدين used to بلس الانفينيتيف. الاكزامبل الموجود عندي did you used to walk to school؟ هل انت كنت متعود تمشي للمدرسه؟ where did you used to live؟ انت كنت متعود تعيش فين؟ اوكي؟ طيب ملحوظه مهمه جدا. ملحوظه مهمه جدا وانت بتذاكر الجرامر والقاعده دي. ايه هي الملحوظه؟ احنا قلنا قاعده العاده اهي هي بتساوي ناقصها في الحاضر. احفظها كده غنيها كده. قاعده العاده قاعده used to بتساوي ناقضها في الحاضر. اوكي؟ طيب
علشان اجيب ناقضها في الحاضر انا عندي كام اسلوب. الاسلوب الاولاني انا ممكن اجيب done او doesn't لو عندي فعل اساسي، ممكن اجيب am not او isn't او aren't لو عندي verb to be. طب ما انا ممكن استخدم no longer بدلا من used to يجي بعدها الفعل فين؟ في المضارع البسيط. طيب شوف الحته دي، he used to smoke. هو كان متعود ان هو يدخن، ممكن اقولها بالطريقه دي وممكن اقول he no longer smokes لم يعد مدخنا. اوكي طيب تعالى بقى اما نشوف حاجه تانية. هل هي للتعبير عن الماضي انا بستخدم used to بس؟ طيب انا عايز اقول بقى في قاعده تانية، الفيرب تو بي used to. لو لقيت فيرب تو بي او الفيرب تو جيت او الفيرب تو بيكام وبعدين used to، اعرف ان هيجي بعدها الايه؟ الفيرب بلس الاي ان جي او بيجي بعدها نون، ودي معناها معتادا على. وايه معناها؟ تعبر عن فعل مألوف لديك وتقوم بفعله حتى وقتنا الحاضر. زي ايه؟ he is used to being nice. هو متعود في الوقت الحالي ان هو يكون شخص لطيف. he used to drive my car. هو كان متعود ان هو يسوق العربيه بتاعتي. خلي بالك الفرق ما بين I'm used to living alone. انا متعود اعيش بمفردي. تعال هنا بقى بيقول لي لاحظ ان used to، لاحظ ان am او is او are او get used to بتيجي بمعنى يستخدم لكي ويليها الانفينيتيف، بيجي بعدها الفعل فين؟ في المصدر. لو جه قبلها غير عاقل يبقى احنا عايزين نفرق ما بين used to كعاده وما بين used to بمعنى تستخدم ليه. لو هي عاده هيجي قبلها عاقل وبعدين used to بعدين الانفينيتيف. اوكي طيب لو هي بتستخدم للتعبير عن تستخدم لكي، بستخدم يعني احنا بنقول السكينه بتستخدم لتقطيع الطعام، خلي بالك بيجي قبلها غير عاقل هي the wind وبعدين بجيب is used to. في طالب بقى في الامتحان يدخل هو حافظ التيتشر بتاعه قال له يا حبيبي بص used to لو جه قبلها فاصل يبقى الفعل فين؟ منضاف له الاي ان جي. هنا مش قاعده عاده، امال هنا the wind الريح is used to sail ships وبتستخدم لتسيير او ابحار السفن في البحر. cotton is used to make clothes وهنا معناها القطن بيستخدم لتصنيع الملابس. خلي بالك دي قاعده اسمها تستخدم لكي، ما لهاش علاقه بقاعده الايه؟ بقاعده العاده. اوكي دي كان الباست سيمبل تنس. فخلي بالك بقى في الباست سيمبل تنس زي ما احنا قلنا ان انا ممكن استخدمه ازاي؟ ايه الحالات الاستثنائيه بتاعته. طيب تعالى بقى اما نشوف حاله تانية مهمه جدا. هي ايه الحاله التانية المهمه جدا؟ بيقول لك اهو الطبيعي، احفظ دي كويس جدا، استخدام المضارع اهو للتعبير عن المضارع. ده الطبيعي ان انا بستخدم المضارع للتعبير عن ايه؟ عن مضارع. يبقى الطبيعي ان انا بستخدم المضارع للتعبير عن المضارع. طب دي كلام جميل. والطبيعي كمان اهو استخدام الباست اللي هو الماضي للتعبير عن الماضي اهو. وبرضو الطبيعي اهو خلي بالك، بس اللغه الانجليزيه لغه مجنونه، استخدام الفيوتشر اللي هو المستقبل للتعبير عن المستقبل. كلام جميل. يبقى خلي بالك دي القوانين العامه، ان انا لما اجي اعمل اكسبريس للبريزنت بستخدم بريزنت، ولما اجي اعبر عن باست بستخدم باست، ولما اجي اعبر عن فيوتشر بستخدم فيوتشر. اوكي دي القاعده العامه. طيب هنا بقى سؤال مهم جدا، هل يمكن استخدام الباست سيمبل اللي هو الماضي البسيط للتعبير عن البريزنت عن المضارع؟ يعني انا ممكن استخدم ماضي بسيط للتعبير عن المضارع؟ اقول لك نعم ممكن، ولكن بشرط. ايه هو الشرط؟ ولكن بشرط. ايه هو الشرط؟ الحالات التصاعديه. ايه هي بقى؟ ايه الحالات التصاعديه دي؟ لازم تحفظها. يعني لو لقيت في دلاله على البريزنت المضارع ما اخدش مضارع، امال اخد باست. طب لو في لقيت دلاله على الباست زي كلمه yesterday، كلمه last week، كلمه last year وهكذا، اخد ماضي تاني. ايه هي بقى الحالات التصاعديه؟ نمبر 1 if only اهو I wish، اوكي I'd rather، دي مهمه جدا خلي بالك منها، و it's time. اوكي ان انا دولت
لو في دلاله في جمله عندي في البريزنت في المضارع ما اخدش مضارع، امال اخد ايه؟ اخد باست، لكن بشرط ان يليهم فاعل، لازم يجي بعديهم ايه؟ لازم يجي بعديهم فاعل. اوكي؟ طيب لازم يجي بعديهم فاعل زي ايه؟ انت بتقول لي I'd rather اهو I space my parents now الآن. خلي بالك جدا، الطبيعي جبت لك اختيارات هتبقى cool ولا cold. الطالب هيقولوا له بص على العصفور. ازاي بقى بص على العصفور؟ يقول لك ايه ده في كلمه ناو يبقى دي بريزنت على طول هاخد كول، هتطلع الاجابه غلط. امال لازم اخد هنا باست، لازم اخد الفي 2 تصريف تاني للفعل. ليه بقى؟ ايه السبب؟ لان انا عندي I'd rather اهو، احفظ معايا، عندي if only I wish I'd rather it's time بيجي بعديهم باست لو في مضارع بس بشرط يكون فاعل. طب لما يكون واحد يقول لك ايه بقى؟ I wish I not heart اهو last year، يا ريتني كنت ذاكرت كويس جدا السنه اللي فاتت. قال لك studied اهو studied ولا had studied. احفظ بقى القاعده كويس جدا كده. انا عندي اسلوب تصاعدي اللي هو ايه تاني مع بعض؟ if only I wish I'd rather it's time بشرط يجي بعدهم فاعل، يبقى على طول جه فاعل اكتمل الشرط عندي. ابص على بقيه الجمله، لو في دلاله على الماضي اخد ماضي تام اهو، اخد ماضي تام. طب لو في دلاله على المضارع او ما فيش دلاله زمنيه خالص اخد ماضي بسيط. فنخلي بالنا جدا من النقطه دي. اوكي؟ طيب افرض احنا قلنا تاني I wish اهو I'd rather اهي، اوكي؟ it's time اهي، اوكي اهو it's time. وبعد كده if only، خلي بالك بقى في وجود فاعل يبقى في دلاله على المضارع، خلاص اهو ناخد ماضي بسيط. طيب لو في بعديهم دلاله في حاله وجود فاعل subject في دلاله على الباست على الماضي ناخد ساعتها ماضي تام. اوكي؟ كلام جميل. طيب افرض بقى ما جيش بعدهم فاعل، يعني لو انا جبت I'd rather اهو بدون فاعل، بدون فاعل، كلام جميل. جبت I wish بدون فاعل، جبت it's time بدون فاعل اهو، كله بدون فاعل. نعمل ايه؟ I'd rather هيجي بعدها الفعل في الانفينيتيف. I wish بتاخد to بلس الانفينيتيف. it's time نفس النظام to بلس الانفينيتيف، وممكن تاخد for بلس الفيرب بلس الاي ان جي. طيب هديك بقى تركايه تانية. واحد بيقول لي I'd rather اهو to London one day I'd rather. خلي بالك جاي بعدها subject ولا مفيش subject، يبقى على طول travel. كلام جميل. طب افرض بقى، افرض مكتوبه كده اهو، ما هو اللعب في الانجليزي كتير والله العظيم. افرض مكتوبه كده I'd rather، هتقول لي سهله برضه. to London اهو last year، معلومه مفيش حد هيقول لك عليها. خلي بالك I'd rather بدون فاعل، ايه اللي بيحصل فيها؟ الكل عارف ان بيجي بعدها الفعل في الانفينيتيف. كلام جميل حافظينها. طب افرض جاب لي مع I'd rather الجمله بدون فاعل اهو، وجاب لي دلاله على الماضي، نعمل ايه ساعتها؟ الموضوع سهل جدا، بجيب الازمنه التامه. ايه هي الازمنه التامه؟ هتبقى I'd rather have اهو traveled، have traveled. الموضوع سهل جدا. يبقى انت خلي بالك جدا من قاعده I'd rather في فاعل اهو، في فاعل يبقى لا اما past simple ماضي بسيط، لا اما past perfect ماضي تام. اوكي؟ بدون فاعل هتبقى على طول الانفينيتيف. طب لو جاب لي دلاله على ماضي، لو جاب لي في الجمله دلاله على الماضي وهي بدون فاعل، هجيب الصيغه التامه اللي هو I'd rather have بلس الباست participle. شكرا، انتهت كده. خلاص؟ يبقى زي ما انا بستخدم
الباست سيمبل في الحاله الثانيه الاف انا ممكن استخدم الباست سيمبل كمان مع الازمنه او الحالات التصاعديه اللي احنا كنا قلنا عليها. خلاص تمام كده؟ طيب نرجع بقى تاني بعد ما احنا خدنا بقى الباست سيمبل، هناخد الباست سيمبل دهوت وعلاقته تاني بالباست كونتينوس تنس. اوكي؟ طيب زي ما احنا اتفقنا كل زمن لازم اعرف عنه ايه بقى؟ لازم اعرف عنه بعض المعلومات اللي هو ايه؟ نفس النظام اللي احنا خدناه. اثبات، نفي، سؤال، باسف. اهو خلي بالك جدا من المعلومه دي، خلي بالك جدا من المربع ده. كل ما تيجي تذاكر اي تنس في اللغه الانجليزيه هتعمل دايره زي دي. هو الزمن ده في الاثبات شكله عامل ازاي؟ في النفي شكله عامل ازاي؟ وفي السؤال شكله عامل ازاي؟ وفي حاله الباسف شكله عامل ازاي؟ الموضوع سهل وبسيط جدا. طيب تعالى هنا. احنا على فكره بنحاول ان احنا نقولها بكل سهوله علشان بالذات لطلبه اولى ثانوي. يعني زي ما بنقول كده خدها ببساطه، الموضوع بسيط جدا بدون تعقيدات ولا لف ولا دوران ولا تركات ولا اي حاجه. طب في حاله الاثبات بيتكون منين؟ بيتكون من الفاعل اهو بلس was aware بلس الفيرب بلس الاي ان جي. طب اديني اكزامبل سهل جدا. They were watching TV yesterday evening. حط في دماغك معلومه اساسيه ان انت عندك الازمنه 3 عائلات. عائله البسيط، عائله المستمر، عائله التام. اي زمن فيه كلمه مستمر تعرف ان لازم يكون في عندي فيرب تو بي وبعدين الفعل المضاف له الاي ان جي. طيب جانا was preparing dinner. خلاص اوكي؟ طيب تعالى بقى تاني في حاله النيجاتيف هنفي بايه؟ هنفي ب wasn't او weren't بلس الفيرب بلس الاي ان جي. فور اكزامبل they weren't watching TV yesterday evening. اوكي؟ طيب تعالى هنا تاني. في حالة الكويشن حالة السؤال هعمل ايه؟ سهل جدا. هل هو سؤال بمعنى هل؟ ولا هل هو سؤال بأداة استفهام؟ لو بمعنى هل هيجيب was aware بلس الفيرب بلس السبجكت الفاعل بلس الفيرب بلس الاي ان جي. اوكي. Was Jana cooking dinner? No she wasn't or yes she was. اوكي. تعالى هنا بقى ناخدها في حالة لو انا عندي حبيت اعمل الباسيف. طب الباسيف هيتعمل ازاي؟ هجيب الاوبجكت المفعول was aware وبعدين being بلس الباست participle. شفت انت الاكزامبل بتاع التي في they were watching TV yesterday evening دي الاكتف. طب لو حبيت تشينج انتو باسيف بعمل ايه؟ هبدا بالتي في بالاوبجكت وبعدين اجيب was aware على حسب المفعول بتاعي هل هو مفرد was وبعدين لازم يجي بعديها كده كده الفعل المضاف له الاي ان جي. طب اعمل ايه لما اسحب الفعل اللي كان مضاف له الاي ان جي اجيبه في الباست بارتيسيبل؟ هروح جايب الفيرب تو بي وضيف له الاي ان جي. يبقى اذا هتبقى was aware بلس being بلس الباست بارتيسيبل. TV was being watched yesterday evening. التلفزيون كان بيتم مشاهدته بالامس مساء. خلي بالك الترجمه بتاعت الماضي المستمر مختلفه عن ترجمه الماضي البسيط. الماضي البسيط انا لعبت امبارح، انما الماضي المستمر انا كنت بلعب، كنت علشان كده مسموه مستمر. انت لما تيجي تقول بالعربي كنت او كان او كانوا انت هنا بتتكلم على استمراريه اكشن، يعني انت بتهتم قوي بالاستمراريه بتاعت الاكشن. اوكي؟ طيب يبقى احنا خلصنا اثبات، نيجاتيف نفي، كويشن سؤال. في حاله الباسيف بيبقى شكله عامل ازاي؟ اتفقنا؟ طيب احنا قلنا كل زمن بدرسه باخد انفورميشن التركيبه بتاعته دي نمبر 1. نمبر 2 باخد الكي ووردز الكلمات اللي دل عليها. نمبر 3 باخد الياسج بتاعته. نمبر 4 باخد السبيشال كيسز الحالات الخاصه. خليك معايا هنا في الباست كونتينوس تنس. ايه الكي ووردز اللي دل عليه؟ ايه الكلمات اللي دل عليه؟ ايه الكلمه اللي لما اشوفها اعرف ان انا لازم اختار ماضي مستمر؟ اوكي؟ طيب نمبر 1 روابط زي while. اوكي؟ while he was leaving the phone rang. خلاص؟ او while حذف الفاعل مش موجود هيجيب الفيرب مضاف له الاي ان جي في حاله عدم وجود الفاعل بشرط يكون الفاعل محذوف هنا هو نفس الفاعل اللي موجود هنا. اوكي؟ طيب نمبر 2 مع روابط زي as just as when. خلي بالك في استخدامين لاز، استخدامين لاز as equal to because واز اللي هي رابط زمن المعنى عندما او بينما. اوكي؟ طيب ايه كمان؟ مع during، بس during بيجي بعدها اسم، يعني لازم اكون عارف ان during بيجي بعدها اسم. مع on، وهنا on معناها في حاله كذا حصل كذا، يعني مش هنا بتدل على الاستمراريه قوي.
طب افرض جاب لي في الامتحان سبيس وجاب لي السينج او جاب لي فعل مضاف لاي ان جي، يا مستر اخد وايل ولا اخد اون؟ وايل دايما بتدل على استمراريه، يعني خلي بالك while playing football I fell down، يعني وانا بلعب اثناء ما كنت بلعب خلال لعبي للكوره انا وقعت. انما اون معناها بمجرد ان، يعني انا مش عايز اقول اخدها على المعنى، هديك برضو معلومه ثانيه امتى اخد اون؟ لو جه بعدها فعل من افعال الحواس، on seeing on hearing on watching وهكذا. فبقى انا عايز اقول on seeing the accident I called the phone، بمجرد في الوقت اللي انا شفت فيه الاكسيدنت الحادثه انا اتصلت I called the police، اتصلت بالشرطه. يبقى اجين الكي ووردز اللي على الزمن ده while روابط معظمها while as just as when during and and on. طيب ممكن اجيبها مع yesterday بس مع فتره زمنيه محدده، يعني جانا was studying at 7 yesterday، جانا كانت بتذاكر الساعه 7 امبارح. اوكي طيب الاستخدامات بقى بتاعته. نمبر 1 هو بيستخدم ليه؟ انا بستخدم الزمن دي ليه؟ هم ليه اخترعوا الزمن ده؟ نمبر 1 للتعبير عن حدث كان مستمرا، حدث اساسي كان شغال في الماضي في وقت معين جدا في الماضي، هنا مفيش روابط بقى. He was playing all morning yesterday، هو كان يلعب طوال الصباح بالامس، سايب المذاكره بتاعته سايب مدرسته وعمال يلعب. اوكي طيب نمبر 2 للتعبير عن حدث كان مستمرا في الماضي لما وقع حدث اخر قطعه، يبقى في حدث اساسي اهو وفي حدث طارئ. فين الاساسي؟ اللي هو while I was having lunch، وانا بتغدى the phone rang، يبقى فين الاساس اللي كان شغال؟ تناول الغداء. طب ايه اللي قطعه؟ رنت التليفون. دي الاستخدام الثاني. طيب الاستخدام الثالث بقى للتعبير عن حدثين كانوا مستمرين في نفس الوقت بالتوازي، مفيش حد قطع التاني. while she was preparing dinner، وهي بتجهز الدينر he was watching TV، هو كان بيتفرج على التلفزيون، الحدثين في نفس الوقت. تعالوا بقى نقول بس بعض التريكات على زمن الماضي المستمر. التريكات بتاعته هو ايه الفرق ما بين while اهي while صاحبة مبدأ. يعني ايه while صاحبة مبدأ؟ لها ضابط ولها رابط بمعنى اصح. ايه حالات while دي؟ خلي بالك جدا ايه حالات while. نمبر 1 بيجي بعديها فاعل، هيجي هنا ماضي مستمر، وبعدين الناحية التانية ماضي بسيط. اوكي نخلي بالنا جدا من دي، ودي معناه ان دهوت اللي كان مستمر ودهوت اللي قطع ده. دي نمبر 1. طيب نمبر 2 بدون فاعل، مش هيجي بعديها فاعل لكن بشرط. خلي بالك كلمة بشرط دي ان يكون الفاعل اهو الاول هو ذا سيم، هو نفس الفاعل التاني. طب لو مش نفسه ما ينفعش احذف، لانها امر بتيجي كتير جدا في الاختيارات في الامتحان. بدون فاعل يبقى ساعتها بعوض عنه بالفيرب مضاف له الاي ان جي، الناحيه الثانيه ماضي بسيط زي ما هي. اوكي طيب الحاله الثالثه خلاص اتفقنا ان انا ممكن احذف الفاعل، خلاص احنا قلنا يبقى الفاعل محذوف، بجيب الفاعل مضاف له الاي ان جي. طب هل وايل دي ممكن يليها اسم؟ يعني وايل دي ممكن يجي بعدها اسم؟ نعم. خلاص ان انا بجيب حرف جر اهو وبعدين نون وبعدين الجمله الثانيه في الباست. يعني زي ايه؟ بروح جايب لي في الامتحان سبيس خلاص اوكي my on my holiday on my holiday I met some friends اهو. يبقى على طول my holiday دي نو خلاص جاي معاها prepositions حرف جر، يبقى على طول لازم اخد while. طب افرض ما عنديش حرف الجر ده اهو، افرض انا ما عنديش حرف الجر وعندي النون على طول، يبقى ساعتها باخد during في حالة اهو، في حالة عدم وجود حرف جر. اوكي في حالة عدم وجود حرف جر. طيب يبقى لازم نخلي بالنا جدا من النقطة دي. هو ايه الفرق ما بين while؟ طيب احنا قلنا مش اي فعل بنضاف له الاي ان جي اجري على وايل. نقولها تاني، مش اي فعل بنضاف له الاي ان جي اجري على وايل، لا ده في حاجات بنضاف لها الاي ان جي بس بيخدعنا. يعني هو لو جاب لي فعل من افعال الحواس والمعنى مدي ان بمجرد ما ضغط حصل رياكشن له هنا، يبقى ساعتها باخد اون، ساعتها باخد ايه
on اهو. في واحد قاعد في امان الله فبيقول لي والله يا مستر seeing اهو the snake اهو، وبعدين she shouted هي صرخت او screamed صرخت. اتس اوكي. قال لي بقى اختار يا بطل، هل هتبقى on ولا هتبقى while ولا هتبقى during؟ اولا انا عارف القاعده بتاعت during، خلاص عارف ان بيجي بعدها هنا ونقيس، خلاص فاستبعدتها. طيب هل هناخد on ولا هاخد while؟ خلاص استنى ثانيه افكر. المعنى هنا هل انا كنت قاعد حاطط ايدي على خدي او هي قاعده حاططها على خدها فلما كانت قاعده بتتفرج على التعبان هي صرخت؟ لا، ده حدث فجائي، يعني دي الرياكشن بتاعه في نفس الوقت، يبقى على طول هتبقى اون. وخلي بالك انا قلت اون علشان تعلمها فعل حواس. يعني مثلا ايه؟ hearing اهو the loud noise اهو I خلاص started to be angry، يبقى على طول فعل من افعال الحواس هتبقى على طول ايه؟ on. اوكي؟ طيب في حاله كمان خلي بالك جدا منها. لو جاب لي في الامتحان سبيس وقال لي working hours اهو، شايف؟ working hours كما I slept، ممكن بتحصل ان واحد اثناء العمل بينام. هيجي الطالب انا قلت لك مش اي فيرب بنضاف له الاي ان جي تجري اختيارك الاول تبقى وايل، لا هو بيخدعك هنا فخلي بالك جدا. خلاص هل هتبقى وايل ولا during اهو؟ تعالى بقى اما نحسبها واحده واحده. working hours عايز اقول دي معناها ساعات العمل اهي. working هنا صفه لكلمه hours، يبقى اصلا دي مش فعل مضاف للاي ان جي، يبقى دي جمله جمله اسميه اللي هي شبه جمله، يبقى دي مش فعل اصلا مضاف له الاي ان جي، هتبقى على طول ايه؟ during. فخلي بالك جدا من الخدع اللي هو بيعملها لي في الامتحان. طيب التركايه اللي بعد كده اللي احنا هنخلص وهننهي بيها، بيقول لي while اهو I space in Alex اهو I visited some interesting places اهي. طيب هيجي طالب يقول لي عندي هنا واي جاي بعدها فاعل، خلاص هو حافظ القاعده بتاعتها. ايه القاعده بتاعتها؟ بجيب زمن الماضي المستمر هو اللي هو was aware بلس الفيرب بلس الاي ان جي. هو حافظ دي بس مش فاهم المعلومه كويس. ليه بقى مش فاهمها؟ هيروح جاي في الاختيارات while I was ولا was being. طيب لو طالب حفيظ هيقول لك دي ماشيه مع القانون ده، انما لو طالب فاهم هيقول لك while I was. ليه بقى؟ ما ينفعش was being لان الفيرب تو بي ما ينفعش فيه الاي ان جي. يبقى ملخص الحكايه كلها في يونت 1 اهو الجرامر بتاعه كان بيتكلم على حاجتين. الجرامر كان بيتكلم على الباست سيمبل، انا بعيد تاني علشان احنا قلنا الطلبه بتوعنا بنقسمهم الى 2 كلاسز. خلاص اوكي؟ باست سيمبل والزمن الثاني الباست سيمبل وعلاقته بالباست كونتينوس اهو. الباست سيمبل حدث تم وانتهى في الباست في الماضي مع وقت كمان، يعني علشان ااكد عليها مع وقت. فانت بتقول لي والله I played tennis اهو last Friday اهو. طيب امال ايه علاقه الباست سيمبل مع الباست كونتينوس؟ ان هو كان حدث اول مستمر يعني حدث اساسي، ثم جاء حدث اخر اللي هو حدث ثاني قطع الاولاني، فالاولاني لم يكتمل. انت بتقول لي while I was studying اثناء ما كنت بذاكر the lights اهو went off. ايه اللي حصل؟ فهمت ايه من الجمله دي؟ ان انا اثناء المذاكره اهي ده حدث اول كان مستمرا، ساعه ما كنت بذاكر ايه اللي حصل؟ the lights الانوار طفت. يبقى ده قطع ده، يبقى ده علاقه الماضي البسيط بالماضي المستمر. طيب هل يجتمع
في جملة واحدة زمنين ماضي مستمر؟ نعم. امتى؟ في حالة التوازي، لما يكون الحدثين شغالين مع بعض مفيش حدث قطع التاني. وبكده احنا خلصنا اهم جرامر موجود عندي السنه دي بتاع يونت 1 اللي هو دايما بيركز عليه جدا في الامتحانات. الجرامر زي ما احنا قلنا بتاع يونت 1 كان بيتكلم عن الباست سيمبل وكان بيتكلم عن الباست كونتينوس. ان شاء الله الحصه اللي جايه هنحل على الوحده حل شامل فوكاب، وهنحل عليها كمان الجرامر. استنونا في محاضرات تانيه.